هتصدقني لو قلت لك ان في اكشن زون ممكن تلعب العاب بدرهم واحد؟ والله زي ما بقول لك كده، وهقول لك ازاي كمان تلعب الالعاب. يوم الاثنين من كل اسبوع خد الكارت بتاعك واطلع شحنه لو ما شحنتهوش او ما فيهوش رصيد. كده كده بتاخد رصيد مجاني 30% من قيمه الشحنه بتاعتك. هتتفاجئ ان معظم الالعاب بدرهم واحد بس، او خلي بالك العاب حلوه يعني مش العاب تافهه. ده غير الخصم اللي على الالعاب الجامده جدا، يعني مثلا ممكن تلاقي اللعبه او 10 15 مثلا تلاقيها ب5 درهم. وهنروح بعيد ليه؟ دي لعبه عربيات حلوه قوي وب5 درهم بس. وكمان مجموعه كبيره من العاب الفيديو جيم، استخدام المسدسات او العصيان، وبرده بدرهم واحد يعني بس. تخيل ان انت تشحن الكارت بتاعك ب 105 ويدوك 30 درهم كمان زياده رصيد اضافي، يعني تلعب الالعاب دي 135 مره. دي بقى الفيرجن المطور من الغساله، حاجه كده يعني بصراحه يعني كرامتك ما تسمحلكش ان انت تركبها، لانك بصراحه لو ركبتها هتتمرمط حرفيا. وزي ما انت شايف الناس كلها اللي راكبه فيها تحس ان هم لزقوا في الحيطان زي البورس بالظبط. بصراحه كانت شويه العاب جميله جدا ومسليه، والجو كان عائلي وهادي وحاجه جميله للاطفال وللكبار كمان. بغض النظر عن اسم اللعبه دي اللي انا مش عارفه، هو جامب ستار تقريبا، بس هي كانت ممتعه جدا وب5 درهم بس. وبرده الاير هوكي كانت بدرهم واحد. من الالعاب الجميله اللي استمتعت بيها اللعبه اللي هي شبه المروحه اللي بتلف دي، هي ب 11 درهم بصراحه، بس تستاهل اكتر من كده. بتلفك دماغك فوق رجلك تحت وبتمرمطك على الاخر، بس بتنزل منها وانت مبسوط. وما تنساش ان الكلام ده يوم الاثنين وبس كده. سلام.